في مشهد يعبر عن أخلاق عالية وعن قمة الروح الرياضية للاعبي المنتخب الوطني المغربي، أشرف حكيمي يسكب الماء على وجه أحد لاعبي المنتخب الكونغولي بعد إصابته على مستوى الوجه بعد تلاحمه مع اللاعب المغربي أملاح. هذه الصورة لم تلقى تفاعل بقدر المشهد الذي وقع في آخر المباراة بين لاعبي المنتخب المغربي ونظيره الكونغولي، فأعداء المغرب المتربصين بمنتخبنا الوطني من الجارة الجزائر ينتظرون أي فعل أو مشكل صغير لكي تبدأ الماكينات الإعلامية التابعة لنظام العسكر البائس بالجارة الجزائر إلى خلق سيناريوهات وأفلام هندية لكي تبين أن المنتخب المغربي بجميع مكوناته في صورة سيئة، وتضرب بذلك العرس الكروي الإفريقي وكل ما حققته الكرة الإفريقية على المستوى العالمي. النظام العسكري المصدر للأكاذيب في جل قنواته ومواقعه الصحفية منذ ليلة أمس، وهو ينشر في مغالطات ومعلومات لا أساس لها من الصحة، حيث نشرت قناة الشروق الجزائرية مقتطف من فيديو توضح فيه أن رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم فوزي لقجع تدخل رفقة بعض لاعبي المنتخب الوطني في شجار وصل إلى حد التعارك بالأيدي، وهو أمر نفته الكونفدرالية الإفريقية جملة وتفصيلا، حيث أكدت أن فوزي لقجع كان هناك من أجل تهدئة لاعبي المنتخب المغربي والحفاظ عليهم، لأنه يعرف بكل تأكيد أن نظام العسكر ينتظر أي هفوة من المغرب كيفما كان حجمها لكي يبدأ في نثر سمومه. المهم هو أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عمل على فتح تحقيق من أجل الوقوف على الحادث، ومن خلال هذا التحقيق سيتبين من الظالم والمظلوم. قافلة المغرب تسير ونظام العسكر بالجارة الجزائرية ينبح،